بالأصل مدرسة فنون جميلة. بالأصل يعني أدرس هذا زاروك هاي فنون نسوية وصف الخاص مدرس كيف عم بكار كنت أجبر إعادة التدوير رسم وزخرفة مدى اختصاصي من فنون جميلة بالأصل ثانوية عم يجي فنون نسوية أجحش تشتي فنون قل كده بس أفواتي كورونا هي ما بازن كتشيكر وأزعلمي وما ولو بوش بقي زاخم تشيكر ما هفالي بيعاتن برجعت أجمتشيك ولو شغلي ماشية مطمعي بقول ويتشغ كورونا بوامل مالي رجتي ما وانسى خاني أول شي وأزبل شي معجبا أفكار صعوبة ما في بس الصعوبة كانت بإنك تأمني المواد لأنه كان طريق مسكر هون ما كان في بالقاموس لي حدا يهتم بالشغل هذا يعني خيطان كنا نلاقي صعوبة بالألوان نلاقي خيطان كميات قليلة ألوان كتير قليلة بشكل وصلنا نوصي من الشام نوصي من كردستان نجيب شوي صار الشحن يضايقنا يعني الشحن من الشام لهون أصعب من كردستان ومن تركيا لهون الحمد لله خلق الكيج من راسي والدليل على انه في طلبيات كتير يعني لهالدرجة اني ما عاد لحق لحالي صار بدي مين يشتغل معي وجبت بنتين هلا عم يشتغلوا معي لاني انا ما عاد لحقت ما تصورت انه السوق يمشي بالشكل هذا للاساور اول شيء كان بالبيت وما كنت عم فكر اني ساوي محل بس بعدين لما شفت الطلبيات زادت واغراضي زادت وصار بدها مكان ما عاد يمشي الحال البيت انجبرنا نطلع من البيت شو ما أجى ببالك أعمال يدوية من أحبال مكارم صوف حرق على الخشب يعني مثل إعادة تدوير كمان للمواد التالفة مثلا كرتون الأناني الكولا بنستخدمها في الأساور شفتي اسماء ما أنا بستخدم فيهم الحشوة تبعها هي عبارة عن أنينة كولا مزهريات قشر البيض يا شو ما أجى ببالي بساوي ايه طبعا في لمساتك في حبك في حنانك في افكارك عم تعطي يعني عم تعطي مجهودك انت ما هي مكنه عم تشتغل طالع نفسك كل قطعه بتطلع شكل نفس الرسمه وكل مره بتطلع شكل لانه هذا انت نفسيتك انت شعورك شغلك ايدك حسب ما ايدك تساعدك انا عندي 5 بنات 4 منهم قال نحن ما حبينا الشغل يعني 5 4 نحن ما حبينا واحدة منهم عم تشتغل معي فيها يعني رغم اني انا بمنطقة وهي بمنطقة بس عم نشتغل سوا بنفس الصفحة عرفتي كيف يعني ما شرط هذه هواية كل شغلة بتشتغليها اذا كانت عملك عن هواية بتبدعي فيها اذا انت ما بتحبي هالشغل لا تشتغلي اذا انت ما بتحبي هالشغل لا تشتغلي بتحبي تشتغلي بتبدعي فيه دائما شوفي الشغله اللي انت بتحبيها اشتغلي فيها بتعطيكي انتاج كتير حلو رائع انت بتكوني رضيانه وبتلاقي اعجابات اكثر ويعني مدح لشغلك اكثر لانه انت عم تشتغلي بمحبه بقناعه انا مقتنعه انه هذه الشغله حتطلع حلوه بتطلع حلوه يعني انت بتعطي لمساتك نظرتك كلها بتجي على الشغل اللي انت عم تشتغليه كتير بيأثر مبلا تبدع بشغلات في ناس تبدع بالمحاسبة بيقول لك المرأة ما خرجت المحاسبة لا أثبتت وجودها بالحقوق بالطب يعني المرأة وين ما راحت عم تثبت وجودها حسب الإمكانيات القليلة اللي نحن منطقة الجزيرة بنعاني منها كتير في تكسير كتير لطموحك انت عم تشتغلي أصغر كلمة انت عم تشتغلي ما تشي ما تشيني ما تشي ما تشي 3 سنين شوف شو اشتريت أغراض واشتريت من شغلي من تعبي يعني بلشت من ولا شيء عبارة عن خيطان ماكينة كانوا عندي برمتهم وسويت اسوارة لبنتي وسويت اسوارة لرفيقتها خيطان كانت للكب يعني ما كانت بتلزمني بس موجودة عندي بالبيت وشوفي شو صار الشغل ده والله حاليا ما عم معي لحدا أنا عم أسس شغلي لإلي والحمد لله بالبيت ما هن بحاجة لشغلي يعني. بس فيك تشتغلي يعني إذا اشتغلتي فيك تفتحي بيت من وراه لأنه هذا صار مثل موسم الشغل الأساور هي 4-5 سنين الأخرانيات صار طلب عليها ولا بالأول ما كان فيه كان عبارة عن نحاس ولولو وخرز وستراسات وهيك شغلات بس خيطان ما كان حدا يستخدمها إلا من 3-4 سنين الأخرانيات انتشرت بس في بالمقابل مثلا طارات التطريز مين كانت تتصور وقت خطبتها وتحط طارة بجنبها بس هلأ في يعني حسب الوقت اللي انت قاعدة فيه عرفتي كيف مثلا الطارة قديش بدها تكلف عليكي 25,000 20,000 ما انت بالمقابل عم تبيعيها ب3 أضعاف يعني
3 أضعاف بتجي مو مشان حق الطارة، بتجي تعبك انت، كم يوم أكلت معك شغل. بس بنفس الوقت انت عبيتي وقت فراغك بشيء مفيد، ما قعدتي تفكري انه والله فلان قال وفلان حكى وفلانة مدري شو زعجتني. لا، انت انتهيتي بشغلك، غيرتي جو، نفسيتك ارتاحت. العامل النفسي بيلعب كتير دور بحياتك العملية، بحياتك العادية. يوم تكوني انت مرتاحة بتبدعي اكتر. بدك تنسي حكي الناس، بتنسي الناس يلي قدامك. في كتير ناس بيعطوا طاقات سلبية، ما بتشي، ما جبوت شيء، ما شغلي فالي، شغلي فالي، بس بالأخير طلع منه شغل حلو. بنتي لما كانوا أولادي صغار كانوا بحاجة لإلي، كنت خيط وطرز واشتغل صوف وأسس. يعني جوزي يشتغل وأنا بالبيت عم بشتغل. بعدين قدمت صرت درس كمان، صار راتبين نعين بعض. بس هلا كبروا، صار كلهم موظفين وكل واحد لحاله. أنا كمان بقيت لحالي، هني صار لهم حياتهم، أنا كمان. مو معناتها وصلت للعمر 60 معناتها أنا لازم أقعد بالبيت وأستنى قدري لتجي أجلي بعدين أمشي. لا، ما بعرف امتى الله بياخد امانته. هيك انا عم اقضي وقت بدون ما اكون عالي على اولادي. تعوا ساعدوني، تعوا حبوا احكوا معي، داية خلقي. لا، احسن مو داية خلقي يقعد ناديلها وتترك شغلها وتجي مشاني. انا عم بشتغل بهالشغل، بقضي وقتي لي بشي مفيد، ما عم اقضي بالحكي وتليفونات وفلانة قالت وفلانة حكت وروح لعند الجارة ما لا فاضيت لي وروح لعند الجارة ما بالبيت. لا، عم بشتغل شغلي ومبسوطة فيه. اهم شيء ان انا مبسوطة. قد ما فيني طور فيه بدي طور، قد ما فيني نزل شغلات جديدة حنزل. يعني شو بيطلع معي بدي اشتغل، واذا بلاقي بنات تجي تشتغل معي ما عندي مشكلة. يعني ما في سقف محدد اني انا اطور اصل لمرحلة. لا، كل ما بطلع شوي حد جيب شغلة ثانية وهيك رح الثاني ما بعرف فين بدي اوصل.